وثيقة هامة من ناحية لكن خاملة من ناحية ثانية. اللي يحركها أو اللي يغيرها من حالة السكون إلى حالة الحركة والتفعيل هي القوانين واللوائح. نعم. فده بقى مهمة الثانية أو الخطوة الثانية في تحقيق هذه المستحقات، هو أن نرسل لمجلس الشعب ممثلين يؤمنوا بهذه الأفكار، تستقر في وجدانهم أهمية هذه المواد، ويترجموها بقى ترجمة دقيقة لتصبح يعني لها مردود على شعب مصر.